فيلمنا بيبتدي في مملكة أرض العزة، وفي المملكة دي بنشوف الملك العادل سيمبا وهو طالع يكلم الحيوانات، وبيقول لهم انه فرحان جدا لان جه الوقت اللي عيلتهم هتكبر فيه، وبيعرفهم ان زوجته نالا هتخلف شبل قريب. وفي الوقت ده بنشوف نالا وهي مستنية سيمبا في مكان بعيد، وبنرجع تاني لسيمبا وهو واقف على صخرة أرض العزة، وبيقول انه فرحان جدا لان كل حيوانات الغابة عايشة مع بعض في سلام، وان ده هو الهدف اللي والده موفاسا كان دايما عاوز يحققه. وبعدها سيمبا بيقابل اصدقائه تيمون وبومبا، وبيطلب منهم يهتموا ببنته اللي اسمها كيارا لحد ما يروح لنالا ويرجعوا مع بعض تاني للمملكة، وبيطلبوا منهم كمان ما يخوفوش كيارا وما يحكوش ليها اي حكاية من الحكاوي الخيالية بتاعتهم. لكن تيمون وبومبا بيرفضوا طلبه، وده لانهم ما بيحبوش يقعدوا مع الاطفال. وساعتها سيمبا بيقول لهم انهم اكتر اتنين بيثق فيهم. وبعدها سيمبا بيقابل بنته كيارا اللي بيبان عليها انها خايفه جدا من العاصفه اللي بتقرب منهم، وبتطلب من والدها سيمبا انها تيجي معاه، لكن سيمبا بيطمنها وبيعرفها انه مش هيتاخر، وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده تيمون وبومبا بيفضلوا يحكوا حكاوي لكيارا، وبيعرفوها انهم اللي قتلوا الاسد سكار، فبتقول لهم كيارا انهم كدابين، وده لان والدها سيمبا حكى لها ان هو اللي هزمه زمان. وفجاه البرق بيظهر في السماء، وكيارا بتخاف جدا وبتستخبى، فبيحاول تيمون وبومبا انهم يهدوها وبينصحوها انها ما تخافش، لان الخوف ده شيء طبيعي وكل المخلوقات بتحس بيه. ولما كيارا بتشوف القرد رفيقي بتروح له وبتقرب منه، ووقتها القرد رفيقي بيطمنها وبيقول لها انه عاوزها تكون قويه زي كل افراد عيلتها، وبيعرفها ان سيمبا ونالا هيرجعوا بعد شويه، وكمان هيكون معاهم المولود الجديد. وبيبدأ انه يحكي لها اسرار عن المملكه وخصوصا عن والدها سيمبا، وبيفهمها ان سيمبا ايام ما كان في نفس سنها كان برضه بيخاف من البرق، وكان بيستخبى في ظهر والده موفاسا. فبتساله كيارا ازاي والدها ما بقاش يخاف من حاجه، فبيحكي لها القرد رفيقي ان موفاسا زمان اخد سيمبا على صخره ارض العزه وعلمه انه لازم يكون شجاع ويزقر في وش الرياح، وان من بعدها سيمبا بقى شجاع وما بقاش يخاف من اي حاجه. فبتقول له كيارا انها مستحيل تكون شجاعه زي والدها. فبيقرر القرد رفيقي انه يحكي لها قصه قديمه عن موفاسا، وبيسترجع ذكرياته في الماضي ايام ما كان موفاسا لسه شبل صغير، وبيحكي لها انه كان عايش مع والده ووالدته في ارض جافه جدا. وفي الوقت ده اهل موفاسا كانوا بيحكوا له ان بعد الجبال في مكان اسمه ارض العزه، وبيطلب والد موفاسا من ابنه انه يغمض عينيه ويتخيل الارض دي وهي مليانه بالاشجار والورود وفيها حياه. فبيتحمس موفاسا وبيغمض عينيه وبيتخيل الارض وهي خصبه وكلها اشجار، وكمان كل الحيوانات اللي فيها عايشه مع بعض في سلام. ووقتها بنعرف ان موفاسا واهله متجهين ناحيه ارض العزه. وبعد ما موفاسا بيخلص تخيلات بيبص في السماء، وفجاه الدنيا بتبدا تمطر وكل الحيوانات بتفرح وبتنزل في الوادي، وكمان موفاسا بيفرح وبينزل يلعب مع الحيوانات في الميه. لكن الوقت الجميل ده بيتحول للعكس تماما، وده لان ميه المطر بتكون شديده جدا وبتتسبب في فيضان كبير في الوادي، وبسبب اللي حصل ده بتخاف كل الحيوانات وبتجري بسرعه. وساعتها والد موفاسا بينزل في الميه عشان ينقذ ابنه، وبيعافر عشان يقدر يصمد قدام تيار الميه القوي، وفي النهايه بيقدر انه يمسكه وبيطلعه على صخره، وبيأمره انه يروح بسرعه لوالدته. وبالرغم ان موفاسا كان متردد وخايف من انه يقع ما بين الصخور، الا انه بيتشجع وبياخد القرار انه ينط. لكن فجاه بيجي فيل كبير وبيخبط في الصخور اللي بتطير موفاسا وبتوقعه في الوادي، وساعتها تيار الميه بياخده وبيسحبه لبعيد. وبعد شويه موفاسا بيلاقي غصن شجره وبيطلع عليها عشان ينقذ نفسه قبل ما يغرق في الوادي. ولما موفاسا بيجي يبص حواليه ما بيكونش عارف هو فين، وبيفضل ينادي على والده ووالدته لكن ما بيلاقوهمش، وبيفضل تيار الميه يسحبه لمكان بعيد. وبعد شويه بنشوفه وهو خايف وحزين جدا، وفجاه بيظهر شبل صغير اسمه تاكا وبيقول لموفاسا انا ما ينفعش اتكلم مع الحيوانات الغريبه، ولكن جاي عشان احذرك من ان في حيوان مفترس بيقرب منك عشان ياكلك. وساعتها موفاسا بياخد باله من التماسيح اللي بتقرب منه وبيتصدم جدا وبيجري بكل قوته في اتجاه البر قبل ما التماسيح توصل له. ووقتها تاكا بيساعده وبيمسكه بمخالبه وبيحاولوا انه يسحبه. وفي الوقت ده بتظهر والدة تاكا اللي اسمها ايشي وبتزقر في وش التماسيح اللي بتخاف منها وبتبعد بسرعه. وساعتها تاكا بيقدر انه ينقذ موفاسا وبيسحبه من الميه. ووقتها ايشي بتزعق لابنها عشان سابها وبعد عنها، فبيقول لها تاكا انه شاف موفاسا في الميه وكان بس عاوز ينقذه، وبيكون تاكا مصر ان ياخد موفاسا معاه، ولكن ايشي بترفض وبتفكره بكلام والده الملك اللي اسمه اوباسي، وده لما كان دايما بيحذره من انه يتكلم مع الحيوانات الضاله. فبيرد عليها موفاسا وبيقول لها انه مش ضال وانه بس تايه من اهله، وبيحكي لها ان في فيضان حصل في المملكه بتاعته وان اهله حاولوا ينقذوه لكن ما قدروش، وان تيار الميه هو اللي سحبه لحد ما وصله لهنا. فبتتعاطف ايشي مع موفاسا وبتوافق انه يجي معاهم. وبعد شويه بيوصلوا كلهم لقطيع الاسود، وهناك بيقابلوا الملك اوباسي والد تاكا اللي بيكون متضايق من وجود شبل صغير غريب معاهم، وبيقول لتاكا انا حذرتك قبل كده من التعامل مع الحيوانات الغريبه، وبيعرفوا انه سمع قصص كتير عن حيوانات بتقتل اي حد في طريقها. فبتتدخل ايشي وبتقول
لاوباسي ان موفاسا شبل صغير وانه اكيد مش هيأذي اي حد منهم. وساعتها موفاسا بيروح لاوباسي وبيعرفه بنفسه، فبيقول له اوباسي ان اسم موفاسا معناه الملك، وبيفهمه انه مفيش ملك هنا غيره، وبيهدده انه هيقتله. فبيتشجع موفاسا وبيتحدى اوباسي انه مش هيقدر يمسكه، وده لان اهله علموه ازاي يجري بسرعه كبيره. فبيتضايق اوباسي وبيأمر ابنه تاكا انه يتسابق مع موفاسا لحد الشجره ويرجع تاني، وبيعرف موفاسا ان لو تاكا كسب هيخلص عليه. وساعتها ايشي بتتدخل وبتقول لاوباسي ان لو موفاسا كسب هيفضل عايش معاهم. فبيوافق اوباسي على كلامها وبيبدأ السباق. وبيحاول اوباسي انه يعطل موفاسا لانه بيكون عاوز ابنه هو اللي يكسب. ووقتها بيبان على ايشي انها متضايقه من تصرفات اوباسي، وبتقول له ان لو عاوز ابنه يكون هو الملك المستقبلي لازم فعلا يستحق انه يكون ملك. ومن ناحيه تانية موفاسا بيجري وبيحاول انه يلحق تاكا، وفعلا بيقدر انه يقرب منه، لكنه للاسف بيقع في الميه وبيفتكر لما غرق قبل كده، بس بيستجمع قوته وثقته بنفسه وبيكمل السباق، وبيقدر انه يوصل لشجره قبل تاكا وبينط من عليها عشان يرجع، لكنه بيقع تاني في الميه. ووقتها تاكا بيساعده وبيطلعه، وده لانه فاهم ان موفاسا ما بيعرفش يعوم. وفي الوقت ده تاكا بيقول لموفاسا انه دايما كان نفسه يكون عنده اخ، فبيتفاجئ موفاسا من كلام تاكا، ولحسن الحظ موفاسا بيكسب السباق. وبسبب اللي حصل ده اوباسي بيكون متضايق جدا، وبيأمر ايشي انها تربي موفاسا مع اناث الاسود. فبتفرح ايشي وبتهني موفاسا على فوزه في السباق. وكمان تاكا بيكون فرحان جدا لان موفاسا هيفضل موجود معاهم، وبياخدوا وبيجروا هما الاتنين وبيلعبوا، وبيفضلوا عايشين مع بعض زي الاخوات الحقيقيين وبيكبروا سوا. وفي يوم من الايام موفاسا وتاكا بيخوفوا الاسود وهم نايمين وبيصحوهم، فبيروح اسد منهم لاوباسي وبيقول له ان ولاده بيضايقوهم. فبيتعصب اوباسي وبيزعق لموفاسا وبيقول له انه مش ابنه، وان عمر ما هو وتاكا هيكونوا اخوات، وبيأمره انه يرجع يقعد مع اناث الاسود. فبيتضايق موفاسا من كلام اوباسي وبيسيبه وبيمشي. اما تاكا فبيروح لوالده وبيقول له انه بيحب موفاسا وانه عاوزه يفضل عايش معاهم على طول. فبيقول لوالده ان موفاسا في يوم من الايام هيخونه، وانه لازم يكون حذر جدا في التعامل معاه، لكن تاكا ما بيصدقش كلامه وما بيهتمش بيه. وبنروح بعدها لايشي وبنشوفها وهي بتدرب موفاسا، وبتطلب منه يغمض عينه ويقول لها هو سامع وحاسس بايه. وساعتها بنعرف ان موفاسا عنده مهارة السمع والاحساس عالي جدا، فبيقول لها انه حاسس ان في قطيع من الغزلان متجه ناحية البحيرة، وانه عرف انهم غزلان من تحركاتهم البطيئة. فبتنبهر ايشي من مهارات موفاسا وبتقول له ان المهارات اللي هو بيمتلكها دي مش موجوده عند اي حيوان تاني. وفي الوقت ده موفاسا بيفتكر اهله وبيقول لايشي انه مفتقدهم جدا. فبتقول له ايشي ان والده ووالدته اكيد موجودين وانهم محتاجين يبحثوا عنهم تاني. فبيقول لها موفاسا بيأس ان مفيش امل في انه يلاقيهم، وبالرغم من كده اوباسي متضايق من وجوده معاهم. فبترد عليه ايشي وبتقول له انها بتعتبره زي ابنها، وبتفهمه ان اوباسي لو عرف المهارات اللي عنده هيدرك انه لازم يكون هو الملك من بعده. فبيقول لها موفاسا انه مستحيل يوافق بكده، وان هو كمان مش عاوز يكون الملك وحابب انه يفضل عايش بدون اي مسؤوليات. وفي الوقت ده بنشوف تاكا وهو بيراقبهم من بعيد، وبتكون ايشي بتدرب موفاسا وبتعلمه ازاي يصطاد الغزلان. ومن ناحيه تانية بنشوف اسدين لونهم ابيض وهما مستخبيين، وبيفضلوا هما الاتنين يقربوا بالراحه من موفاسا وايشي. ولما الغزلان بتلاحظ وجودهم بتطلع تجري بسرعه، وفجاه بتنقض الاسود البيضاء على موفاسا وايشي اللي بتشوف ابنها وهو خايف وبيجري بعيد. وده على عكس موفاسا اللي بيبان عليه انه شجاع جدا، وبيشتبك مع الاسود البيضاء وبيهاجمهم بكل قوه وشجاعه. وبعد معركه طويله موفاسا بيقدر انه يقتل واحد منهم، اما الاسد التاني فبيخاف وبيهرب بسرعه. وساعتها ايشي بتشكر موفاسا وبترجع لاوباسي وبتحكي له عن كل اللي حصل، وبتقول له ان لولا تدخل موفاسا كان زمان الاسود البيضاء خلصت عليها. وساعتها موفاسا بيقرب من اوباسي وبيقول له انهم لازم يستعدوا، وده لان الاسد الابيض رجع للمملكه بتاعته وانه حاسس انهم هيجوا يهاجموه مره تانيه. لكن اوباسي ما بيهتمش بكلام موفاسا وبيستهزأ بيه، وبيطلب موفاسا من اوباسي انه يبعت اسد من عندهم لمملكه الاسود البيضاء، وده عشان يثبت له صحه كلامه. فبيقتنع اوباسي بكلام موفاسا وبيبعت اسد اسمه شيجارو عشان يطمن. وبنروح بعدها لمملكه الاسود البيضاء، وهناك بنشوف الاسد اللي هرب من موفاسا، وده بعد ما رجع لوحده الملك الاسود البيضاء اللي اسمه كيروس، اللي بيتعصب جدا لما بيعرف اللي حصل، وبيتعصب اكتر لما الاسد بيقول له انهم واجهوا اسد قوي جدا وان هو اللي هاجم ابنه بكل عنف وقتله. فبيتصدم الملك من موت ابنه وبيتهمه ان هو اللي سابه يموت. فبيقول له الاسد انه اتصاب في المعركه وان ما كانش فيه اي امل في انتصارهم. فبيتعصب كيروس وبيامر كل الاسود البيضاء انها تقتله، وفعلا الاسود البيضاء بتتجمع حوالين الاسد ده عشان تاكله. وفي الوقت ده شيجارو بيكون مراقب وشايف كل اللي حصل، وبيرجع بسرعه لاوباسي وبيحكي له عن اللي شافه، وبيعرفه ان الاسود البيضاء هتهجم عليهم وان عددهم اكتر منهم وكمان حجمهم اكبر بكتير. وبيقول له ان الملك بتاعهم قوي جدا وما عندوش اي رحمه. وساعتها اوباسي بيترعب جدا من الكلام ده، وبيقول انه لازم يحمي سلالته، وبيأمر تاكا انه يهرب من هنا ويبدا حياته
حياه جديده، وبيأمر موفاسا انه يهرب معاه ويحميه. ووقتها موفاسا بيروح يتكلم مع ايشي وبيقول لها انه مش عاوز يسيبها، فبترد عليه ايشي وبتقول له ان ورا الوادي ده هتلاقي ارض العزه اللي والده ووالدته حكوا له عنها زمان، وبتفهمه ان الارض دي كل الحيوانات بتعيش فيها في امان وسلام، وبتطلب منه انه يروح لهناك علشان يدور فيها على والده ووالدته. فبيقول لها موفاسا انه مش عاوز يسيبها، فبتقول له ايشي انها بتحبه جدا وانها طول الوقت كانت بتعامله على انه ابنها، وعلشان كده لازم يهرب هو وتاكا لحد ما يلاقوا مكان امن. وفي الوقت ده تاكا بيجي وبيتاسف لوالدته عشان هرب في معركه الاسود البيضاء، فبتقول له والدته انها مش زعلانه منه وبتفهم ان لحظه شجاعته لسه ما جاتش. وبعدها موفاسا وتاكا بينطلقوا هما الاثنين عشان يروحوا لارض العزه. ومن ناحيه تانية بتوصل الاسود البيضاء لاوباسي وايشي اللي بيكونوا فضلوا موجودين عشان يدافعوا عن ارضهم، وبيبدا اوباسي يحذر كيروس من انه يخترق القواعد اللي ما بين الاسود، فبيقول له كيروس انه ينسى القواعد دي، وده لان هو اللي هيكون ملك وادي الملوك بعد كده، وبيعرفه ان اي ارض الشمس بتلمسها هتبقى ملكه. ووقتها بيبان على اوباسي وباقي قطيع الاسود انهم خايفين جدا وبيتراجعوا وما بيقدروش يعملوا اي حاجه مع الاسود البيضاء. وفي الوقت ده تاكا بيقف وبيكون عايز يرجع تاني، لكن موفاسا بيقنعه انهم لازم يكملوا طريقهم ويهربوا بسرعه، وبسبب انهم اتعطلوا ووقفوا شويه الاسود البيضاء بتقدر انها توصل لهم وبتطاردهم. ولما موفاسا وتاكا بيوصلوا عند البحيره بيبان على موفاسا انه خايف من الميه، وبيقول لتاكا ان الافضل انهم يقتلوهم بدل ما يغرقوا ويموتوا. وفجأة بيوصل قطيع الأسود البيضاء وبيجي كيروس وبيقرب من تاكا عشان ينتقم منه، لكن موفاسا بيتدخل وبيقول له ان هو اللي قتل ابنه وان تاكا ملوش اي علاقة بالموضوع. وساعتها الأسود البيضاء بتفهم ان تاكا يبقى هو ابن الملك اوباسي، ولان هو ولي العهد يبقى لازم يموت. وساعتها موفاسا وتاكا بيترعبوا وبيجروا بسرعة، ولسوء الحظ بيوصلوا هما الاتنين لنهاية الطريق. ووقتها موفاسا بيكون شايف ان مفيش اي حل تاني غير انه يقف ويقاتل، لكن فجأة تاكا بياخده وبيقعوا هما الاتنين من فوق التل وبينزلوا في المية، وبيمسك في جذع شجرة وبيكونوا فرحانين لانهم قدروا يهربوا. لكن فجأة بيجي اسد من الاسود البيضاء وبينط وراهم، ولما موفاسا وتاكا بيشوفوه بيخافوا جدا وبيحاولوا يتسلقوا على جذع الشجرة اللي للاسف بينكسر منهم وبينجرفوا مع تيار المية وبيسحبهم بسرعة. وساعتها الاسد الابيض ما بيعرفش يوصل لهم. ومن ناحية تانية كيروس بيقول لباقي القطيع ان موفاسا وتاكا مش هيقدروا يهربوا وانهم لازم يوصلوا لهم مهما حصل. وفي مكان تاني بنشوف موفاسا وتاكا وهما بيتمشوا مع بعض وبيكملوا طريقهم عشان يوصلوا لارض العزة، واثناء ما هما ماشيين بيحسوا بوجود حد حواليهم، وساعتها موفاسا بيعرف من ريحتها انها انثى وبيطلب منها انها تكشف عن نفسها. وفعلا بتظهر انثى غريبة وبتقول لهم انها فضلت ماشية وراهم طول الليل، وده لان هما الاسود الوحيدة اللي شافتها بعد ما الاسود البيضاء هجمت على القطيع بتاعها واحتلت ارضها. ووقتها تاكا بيعرفها بنفسه وبيطلب منها انها تيجي معاهم، وده عشان ما تفضلش هنا لوحدها. وفجأة بيظهر الطائر زازو وبيقول له انها مش لوحدها، وساعتها انثى الاسد بتعرفهم بنفسها وبتقول لهم انها اسمها سرابي. فبيعرفها موفاسا انهم رايحين لارض العزة، فبتقول له سرابي ان ارض العزة دي اسطورة وانها ملهاش وجود من الاساس. وفجأة بيسمعوا كلهم صوت عالي خارج من مكان جنبهم، فبينطلق موفاسا هو واللي معاه عشان يعرفوا ايه مصدر الصوت ده. وعند شجرة معينة بنشوف القرد رفيقي وهو صغير، وبنعرف ان عشيرة القرود رافضين وجوده وسطهم، وده بسبب احلامه الخيالية وتصرفاته اللي مش منطقية. وبيكون القرد رفيقي متضايق جدا من كده وبيقرر انه يسيبهم ويمشي عشان يدور على اهله، وبينزل من على الشجرة وبيظهر ان الاسود الثلاثة كانوا عايزين ياكلوه، لكن رفيقي ما بيكونش خايف منهم وبيقول لهم ان هم لو كلوه مش هيعرفوا مكان ارض العزة. فبيتصدموا الاسود وبيقرروا انهم يسيبوه عايش عشان يوصلهم لهناك. واثناء الطريق رفيقي بيقول لموفاسا انه شافه في الحلم قبل كده، وان الحلم ده كان ان هما الاتنين موجودين مع بعض في ارض العزة، وبيحكي له القرد رفيقي ان اخوه كان مستنيه هناك. وبالليل موفاسا لما بينام بيحلم انه موجود في ارض العزة، وبيجيله ايشي في الحلم وبتقوله انه لازم يمشي ورا شعاع الشمس لحد ما يعدي من الوادي العميق. وتاني يوم الصبح بيكملوا كلهم طريقهم، وفي الطريق رفيقي بيعرف موفاسا ان في طريقين ممكن يمشوا منهم، وساعتها موفاسا بيفتكر كلام ايشي، وده لما كانت بتقوله انه لازم يمشي ورا شعاع الشمس ويعدي من الوادي العميق. وبيقرر موفاسا انهم يعدوا من تحت الوادي، لكن سرابي ما بتكونش مقتنعه بكلامه وبتقوله انها مش هتمشي ورا خيالاته. فبيقول لها موفاسا انهم لو مشوا ورا الجبل هيسيبوا اثر وراهم، وبيعرفها ان الاسود البيضاء لسه بتطاردهم وان هو حاسس انها بتقرب عليهم. وبيطلب موفاسا من سرابي انها تغمض عينيها وتحاول تركز وتقول له هي شايفه ايه بالظبط. وفعلا سرابي بتعمل كده وبتشوف الاسود البيضاء وهي بتدور عليهم، وساعتها بتقتنع بكلام موفاسا وبينزلوا كلهم عشان يعدوا من تحت الوادي. ومن ناحية تانية بنشوف الأسود البيضاء وهي بتحاول تلاقي موفاسا واللي معاه من ريحتهم، وبيعرفوا إن في أنثى أسد وقرد انضموا ليهم. وبنرجع تاني لتاكا اللي بيقول لموفاسا إنه محتاج لمساعدته، وده لأنه معجب بسرابي وعايز يتكلم معاها. فبيقول له موفاسا إنه لازم يتكلم معاها على طبيعته، وبينصحه إنه يتكلم معاها عن جمال الزهور اللي كانت موجودة في الوادي بتاعها، وإن أهم حاجة هي إنه يسمعها كويس لما تيجي تتكلم. وفعلا تاكا بياخد بكل النصايح دي وبيروح لسرابي وبيقول لها إن ريحتها شبه ريحة الزهور، فبتفرح سرابي بكلامه لأن الوادي بتاعها كان فيه زهور كتير.
واثناء ما مفاسا واللي معاه ماشيين في الطريق بيشوفوا قطيع من الفيله، وفجاه بيشوفوا ان الاسود البيضاء وصلت في الناحيه التانيه من الوادي. وساعتها مفاسا بيقول للي معاه انهم لازم يخلوا الفيله تقاتل معاهم باي طريقه. فبتيجي لسرابي فكره وبتقرر انها تنفذها، وفي نفس الوقت ده الاسود البيضاء بتتحرك وبتقرب منهم. اما سرابي فبتطلع على شجره عاليه وبتوقع خليه النحل على الارض. فبتخاف الفيله من النحل لما بتشم ريحه العسل وبتطلع تجري بسرعه وبتخبط واحد من الاسود البيضاء وبتموته. اما مفاسا فبيطلع على الشجره عشان ينقذ نفسه. هو وقتها سرابي بتقع من على الشجره وبتتخبط هي كمان من قطيع الفيله وبتفقد الوعي. فبينزل مفاسا بسرعه عشان ينقذها وبيسحبها لمكان امن. اما تاكا فبيكون خايف جدا ومستخبي، ولحسن الحظ الفيله بتحميه، والاسود البيضاء بتقرر انها تهرب. ولما سرابي بتفوق القرد رفيقي بيعرفها اللي حصل، وبتروح تسأل مفاسا مين اللي انقذ حياتها. فبيقول لها مفاسا ان تاكا هو اللي انقذها، وده عشان تاكا يكبر في عين سرابي وتعجب بيه هي كمان. وبتروح سرابي تشكر تاكا انه انقذها، وبيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لمنطقه فيها جبال من الجليد. وهناك مفاسا بيطلب من زازو انه يستخدم اجنحته ويمسح اثارهم، وده عشان الاسود البيضاء ما تعرفش مكانهم. وفعلا زازو بيوافق وبيوقع التلج على الاثار بتاعتهم. ومن ناحية تانية بتكون الأسود البيضاء مش عارفة تمشي ازاي، ولما زازو بيشوفهم من فوق وهم مشتتين بيروح يبلغ مفاسا بالخبر ده. وفي الوقت ده بتيجي سرابي وبتشكر مفاسا لأن هو صاحب الفكرة. ومن ناحية تانية بيكون تاكا مراقبهم من بعيد، ولما بيشوفهم وهم بيتكلموا بيحس بالغيرة. وبالليل سرابي بتروح تتكلم مع مفاسا وبتقول له انه اسد قوي، وان مهاراته مميزة جدا، وانها عارفة ان هو اللي انقذها من فرار قطيع الفيلة، وانه كمان هو اللي شم ريحة الزهور اللي فيها، وده بدليل انه قدر يشم ريحة الأسود البيضاء من بعيد. فبيحاول مفاسا انه يتهرب منها وبيقول لها ان تاكا هو اللي انقذها، لكن سرابي ما بتصدقش كلامه وبتقول له انه قدره ان هو يكون الملك، وده لانه بيمتلك كل صفات الملوك. ومن بعيد بنشوف ان تاكا بيراقبهم وسامع كلامهم مع بعض، وبيبان على مفاسا وسرابي انهم معجبين ببعض وبيقضوا هما الاتنين وقت جميل. ومن ناحية تانية تاكا بيكون متعصب جدا، وده بعد ما شاف وسمع كل اللي حصل، وخصوصا ان مفاسا عارف ان هو معجب بيها، وبالرغم من كده قرب منها وحبها، وما بيكونش تاكا عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. وساعتها بيحس بالحقد على مفاسا وبيقول انه لازم ينتقم منه. وفجأة تاكا بيقع لأنه كان واقف على حافة الجبل من غير ما ياخد باله، واللي لما بيفوق بيشوف الأسود البيضاء من بعيد وبيقرر إنه يروح لهم بنفسه. ووقتها الأسود البيضاء بتتفاجئ إن تاكا جاي لهم، وبيتفاجئوا أكتر لما بيقول لهم إنه يساعدهم في القضاء على مفاسا، وده لأن هو اللي قتل ابنه، وإنه كمان حرمه من أهله ومن منصبه كملك لوادي الملوك. وبيتفق معاهم انه يسلمهم مفاسا بمجرد ما يوصلوا لارض العزة، وده لان القرد اللي معاه هو اللي عارف الطريق، وانهم وقتها ممكن ينتقموا منه زي ما هم عايزين. فبيسالوا كيروس عن سبب خيانته لمفاسا، فبيرد عليه تاكا وبيقول له ان مفاسا هو سبب في ان والده اتقتل، وان لو ما كانش قتل ابنه ما كانش كل ده يحصل. فبيقتنع كيروس بكلامه وبيوافق على التحالف معاه، وساعتها تاكا بينحني لكيروس وبيقدم له ولاءه. وتاني يوم الصبح تاكا بيوصل للكهف اللي مفاسا واللي معاه كانوا نايمين فيه، ولما مفاسا بيسأل تاكا هو كان فين، تاكا بيقول له انه كان بيحاول يصطاد لكنه فشل. وبعدها رفيقي بياخدهم كلهم وبيمشوا عشان يكملوا رحلتهم. ووقتها بنكتشف ان تاكا بيتعمد انه يسيب اثر وراه علشان الاسود البيضاء تعرف وجهتهم. وبعد ساعات من السفر بيوصلوا اخيرا لارض جميله وبيكون فيها شجر كتير وميه، وبنعرف ان دي هي ارض العزه، وبيدخلوا كلهم يتمشوا فيها وبيتاملوا في جمالها. وبيفرح رفيقي لما بيشوف الشجره اللي كانت موجوده في احلامه، وساعتها مفاسا بيقول له ان اخوه مش موجود عليها زي الحلم. فبيقول له رفيقي انه مش شرط يكون اخوه بمعنى الكلمه، وان الاخ ده ممكن يكون عباره عن اهل او صديق، وانه في الحقيقه كان يقصده هو، وانه شافه في الحلم ده وهو واقف جنبه، وبكده يكون الحلم ده فعلا اتحقق. وفي الوقت ده في مجموعه من الزرافات بتيجي تتكلم مع مفاسا وبتقول له انهم خايفين من انه يجيب الخطر وراه لارض العزه. فبيطمنهم مفاسا وبيقول لهم انه مسح الاثار بتاعتهم وهم جايين. لكن فجاه الاسود البيضاء بتظهر وبتخاف الحيوانات وبتتراجع بسرعه، وبيقول كيروس لمفاسا انه مش هيقدر يهرب منهم تاني، وان الفضل كله يرجع لاخوه تاكا، وبيفهمه ان هو اللي دلهم على مكانهم. فبيتصدم مفاسا من اللي كيروس بيقوله، ووقتها تاكا بيتدخل وبيقول لمفاسا ان هو سبب في موت اهله، وان كمان سرابي اختارته هو بالرغم من انه بيحبها. فبيقطعوا كيروس وبيقول لمفاسا ان كل الارض دي تبقى بتاعته، وانه هيحكمها لحد ما تتحول لخراب. وبيبدا كيروس انه يهجم على مفاسا اللي بيحاول انه يهرب منه. ووقتها سرابي بتروح لمجموعه من اناث الاسود وبتطلب منهم المساعده، وفعلا اناث الاسود بتوافق وبتجري عشان تقاتل الاسود البيضاء. ومن ناحيه تانية مفاسا بيقدر انه يوقع كيروس من على التل، وبيتكلم مع باقي الحيوانات وبيطلب منهم يتحدوا معاه، وده عشان يهزموا الاسود البيضاء ويدافعوا عن ارضهم. فبتقول له الحيوانات ان الاسود نفسها مش قادره تتصدى لهم، فهم كمان اكيد مش هيقدروا يعملوا كده. فبيفهمهم مفاسا ان الاسد مش كبير زي الفيل، ولا قوي زي الطور، ولا سريع زي الفهد، ولا طويل زي الزرافه، وان كل الحيوانات مهمه وعندها قوه مميزه. وبيفضل مفاسا يشجعهم عشان يحاربوا معاه، وفعلا الحيوانات بتقتنع
بكلامه وبتتشجع وبيتلف حوالين الاسود البيضاء، وده اللي بيخلي الاسود البيضاء تبدا تخاف وتتراجع. لكن فجاه بيظهر 3 من الاسود البيضاء وبيقاتلوا مع موفاسا، وبيقدروا انهم يوقعوه من على التل لحد ما بينزل في الميه. ولما موفاسا بيفوق بيلاقي ان كيروس بيقرب منه، وبتبدا ما بينهم معركه عنيفه جدا، وبيكون تاكا واقف بيتفرج عليهم من بعيد. وبيظهر ان كيروس قوي جدا وبيكون متفوق على موفاسا في القتال. وفي اللحظه دي تاكا بيدرك انه غلط وبيحس بالندم الشديد، وبيفتكر ذكرياته مع موفاسا، وبيقرر انه يتدخل ويدافع عنه، وبياخد الضربه بدل ما كانت هتيجي في موفاسا. وساعتها تاكا بيتعور في وشه وبتظهر نطبه على عينه، فبيهجم موفاسا على كيروس وبيحاول انه يقتله. ومن ناحيه تانية بتكون المعركه شغاله ما بين الاسود البيضاء وحيوانات ارض العزه، وفجاه بتحصل هزه ارضيه وبتنهار الارض تماما، وبتقع صخره كبيره وبتاخد موفاسا وكيروس وبتنزلهم في الميه. ووقتها كيروس بيحاول انه يقتل موفاسا باي طريقه، لكن موفاسا بيقاوم وبيحاول انه يتصداله، وفجاه بتقع صخره كبيره في الميه. وساعتها موفاسا بيستخدم مهاراته القويه وبيمسك كيروس وبيدفعه تحت الصخره اللي بتقع عليه وبتموته. ولما موفاسا وتاكا بيطلعوا من الميه، سرابي بتيجي تطمن على موفاسا، وساعتها تاكا بيبص لها وهو متضايق وبيسيبهم وبيمشي. ولما موفاسا وسرابي بيخرجوا، الحيوانات بتلتف حواليهم من الفرحه، وكمان بينحنوا لموفاسا وبيعتبروه انه الملك بتاعهم. وفي الوقت ده رفيقي بيجي بيقول لموفاسا ان دلوقتي بقى هو ملك ارض العزه. وفجاه بتيجي انثى اسد غريبه، وبيتفاجئ موفاسا لما بيلاقي ان والدته لسه عايشه، وبيفرح جدا وبيحضنها، وبتكون والدته هي كمان مش مصدقه ان ابنها لسه عايش. ولما موفاسا بيسالها عن والده، بتقول له انه للاسف مات وقت الفيضان. وفي الوقت ده تاكا بيجي وبيعتذر لموفاسا، فبيتدخل زازو وبيقول لموفاسا انه لازم يطرد تاكا من المملكه، لكن موفاسا بيرفض وبيقول له انه مهما كان هو اخوه، وان والده ووالدته وصوه انه ياخد باله منه. وبيقرر موفاسا انه يسميه سكار، وبيكون الاسم ده معناه هو الندبه، وده عشان يفضل فاكر اللي هو عمله. فبيمشي سكار وهو متضايق وبيروح يقعد في الكهف بتاعه. ومن بعدها موفاسا بقى هو ملك ارض العزه، وبيتجوز سرابي، وبيروح يقف على صخره ارض العزه وبيزقر بصوت عالي. وبنرجع بعدها تاني الوقت الحاضر، وبنشوف كيارا وهي واقفه على ارض العزه وبتزقر زي جدها. وفي الوقت ده والدها سيمبا بيوصل هو وزوجته نالا، وده بعد ما خلفوا شبل صغير ورجعوا للمملكه. واخيرا بيظهر على كيارا انها فرحانه جدا، وبتفضل تلعب مع اخوها لانها دايما كان نفسها يكون عندها اخ، وبتقوله انها تحكي له قصه ملك عظيم اسمه موفاسا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه لمتابعه كل جديد.